بيجي لنا عيان أربعيني، جسمه مليان شوية، ما عندوش أي تاريخ مرضي لأي حاجة، ولا عنده سكر ولا عنده ضغط ولا أي حاجة، لكن كان بيكشف على بطنه فهو بيعمل سونار. الدكتور قال له أنت عندك دهون على الكبد. بيدردش مع عيان تاني قاعد معاه في العيادة، قال له لا ما تشغلش بالك بدهون الكبد دي حاجة بسيطة، نظام أكل وبتاع ورياضة وكلام من دوت والدنيا بتبقى كويسة. عيان تاني قاعد معاهم في العياده قال له والله لا، ده انا سمعت ان دهون الكبد لو ما اتعالجتش ممكن تؤدي لتليف على الكبد وفشل في الكبد، وممكن تعمل مشاكل كبيره بعد كده. ايه هو الكبد الدهني؟ ايه اللي بيعمله؟ ايه العوامل اللي بتوصلنا لان احنا ممكن يجي لنا كبد دهني؟ ايه علاجاته؟ وايه المضاعفات لو ما عالجناش الكبد الدهني ده اللي هنعرفه بالفيديو ده. اول حاجه، الكبد الدهني القنبلة الصامتة التي يمكن أن نتفاداها. تخيل إن كل واحد من 4 أشخاص في العالم عنده كبد دهني ومش واخد باله. كتير بنكتشفه بالصدفة وأنت جاي تكشف على وجع في معدتك ولا على أي حاجة في بطنك، نعمل لك سونار نلاقي إن أنت عندك كبد دهني. الموضوع سهل وبسيط لو اتعالج في الأول أو لو خدنا بالنا منه، لكن فعلا ممكن يوصل لفشل كبدي أو تليف كبدي لو ما خدناش بالنا منه. بس الجميل ان اغلب الحالات بتتعالج من غير دواء. كل اللي محتاجينه شويه التزام وشويه وعي منك وفهم لجسمك وفهم للمرض اللي عندك تعال نفهم الاول يعني ايه كبد دهني. عايزين نعرف ان الكبد هو المعمل الكبير بتاع جسمنا، بينقي الدم، بيهضم الدهون، بيساعد في انتاج الطاقه. بس لما الدهون تتكدس جواه اكتر من الطبيعي، الكبد بيتعب وبيبقى مش عارف يقوم بوظائفه، وبيبقى اسمه كبد دهني وكسلان وخملان. دلوقتي الأطباء بيسموه مازل، دي التسمية الجديدة. كان الأول التسمية القديمة إن الكبد الدهني يا إما كحولي يا إما غير كحولي يعني. لكن بعد تطور العلم اكتشفنا ان هو كل الحكايه ان هي مشكله في الميتابوليزم، مشكله في التمثيل الغذائي، مفيش علاقه ليه بالكحوليات، لكن ليه علاقه كبيره بنمط الحياه اللي مليان اكل غلط وكسل وسمنه وسكر ومرحله ما قبل السكر والحاجات دي كلها. ده هنعرفه واحنا بنتكلم كده. ايه اللي بيخلي الكبد دهني؟ اسباب كتير، يعني منها زيادة الوزن طبعا لو في منطقة البطن، شرب المشروبات الغازية عالية السكريات، السكريات العالية والحلويات، قلة الحركة، الأدوية زي الكورتيزون، وكمان الوراثة لوها بتلعب دور كبير قوي في موضوع دهون الكبد. الدراسات الحديثة بتقول إن الأكل الجاهز والمصنع هو السبب الأساسي في الانتشار الرهيب للكبد الدهني حتى عند الشباب والأطفال. أيوة، في أطفال عندهم كبد دهني، طبعا في أطفال عندهم كبد دهني. الخطير في الموضوع إن الكبد الدهني ساعات ما بيسببش أي أعراض خالص، يعني أنت مش بتحس بأي حاجة ولا يكون عندك أي حاجة، بتكتشف بالصدفة. ممكن تحس بتعب عام، ضعف أو تقل خفيف في جنبك اليمين، مش أكتر ولا كده. لكن لو اتساب لأكتر من كده يوصلنا لمرحلة اسمها مرحلة التهاب دهني أو تليف كبدي. ازاي بنكتشفه او ازاي نعرف ناخد بالنا منه بدري؟ الموضوع سهل جدا، شويه تحاليل بسيطه او شويه سونار على البطن بتخلينا نشك او نشتبه في دهون كبد. بنطلب فايبروسكان، دي حاجه بتقيس صلابه الكبد وكميه الدهون اللي عليه من غير اي الم، ده كله ما بيحتاجش اي، خلاص ما بقناش ناخد زي عينات زمان زي كده. الفايبروسكان بقى فحص اساسي في موضوع دهون الكبد ده. اي حد عنده سمنه او سكر حتى لو ما عندوش اي اعراض ولا خمول ولا كلام من ممكن يعمل فايبروسكان عشان يشوف هل هو عنده مرحله من مراحل دهون الكبد ولا لا. الخبر الحلو بقى ان الحالات كلها بتتحسن تماما من غير اي دواء ومن غير اي علاجات، بس شويه تغييرات بسيطه في نمط حياتك. امراض كتير اليومين دول بقى علاجها هو تغيير نمط الحياه. لازم لو جسمك زايد لازم تخس من 7 ل 10% من وزنك. كل اكل صحي، نظام البحر المتوسط الميديتيرينيان دايت هو ده احسن حاجه. اعتمد على الخضار، الفواكه، زيت الزيتون، اللحوم، البروتينات، المكسرات. العب رياضه، محتاجين نلعب رياضه
اللي هي على الاقل 150 دقيقه اسبوعيا، اللي احنا قلنا 30 دقيقه يوميا لمده 5 ايام، ونريح يوم او يومين بس، ما يكونش الراحه يومين ورا بعض. طبعا ابعد عن الكحوليات علشان التسميه القديمه اللي احنا قلنا ان ممكن احتمال الكحوليات اكتر حاجه بتعملها. الدراسات الحديثه قالت ان الرياضه والاكل الصحي قللوا دهون الكبد بنسبه 35% في 6 شهور بس من العيانين. يعني انت لو التزمت بالحميه الغذائيه والاكل الصحي والرياضه، انت ممكن تخف تماما من دهون الكبد. ايه الجديد في العلاج بقى؟ 2024 كانت سنه تاريخيه، نزل دواء جديد اسمه ريسميتيوم، اتوافق طبيا عليه بقى كدواء متخصص لالتهاب الكبد الدهني. كان قبل كده كلها ادويه من اللي هي بتحسن الحرق، ادويه بتحسن كفاءه جسمنا عشان يتخلص من الدهون وكده، لكن ما كانش في حاجه موجهه اساسا لدهون الكبد. لكن دلوقتي بقى في علاج متوافق عليه. بعض الادويه بقى علاجات كلها مساعده، زي ما قلنا الادويه اللي بتحسن الحرق كلها. الدواء ده بيشتغل على مستقبلات في الكبد وبيقلل الدهون والتليف جدا. وكمان في ادويه تانية جديده في التخسيس زي الاوزمبيك والمونجار والحاجات ديت، هم ادويه لمريض السكر من النوع الثاني، لكن بيجيبوا نتائج ممتازه في دهون الكبد، قللوا دهون الكبد بنسبه 50%. يعني استعمال ادويه السكر من النوع الثاني زي الاوزمبيك والمونجارو قللت دهون الكبد بنسبه 50%. حتى لو تحاليلك كويسه، لو عندك وزن زياده او سكر، ابدا برضو من دلوقتي. حتى لو ما عندكش دهون على الكبد، ابدا من دلوقتي. كل على مهلك، قلل الحلويات والمشروبات الغازيه، نام بدري، اتحرك، حسن مقاومه الانسولين لو عندك، اعمل فحوصات للكبد كل سنه، شوف انزيمات كبدك عامله ازاي، شوف خلايا كبدك عامله ازاي. الكبد بيجدد نفسه كل يوم، بس محتاج منك فرصه كويسه. الخلاصه بتاعت موضوعنا، الكبد الدهني مش مرض خطير لو اكتشفناه بدري، بس هو علامه ان جسمك محتاج اعاده تظبيط. العلم بيتقدم بسرعه، الادويه الجديده كلها متاحه، ادويه التخسيس بتفتح باب امل جديد قدام دهون الكبد. بس العلاج الحقيقي، العلاج الاصلي دايما وابدا من طبقك، من اكلك، من عاداتك الصحيه. ابدا النهارده، والوقايه خير من العلاج. دمتم سالمين.